ايه يا دكتور العلاج بدون الم اللي هو التخدير الكلي عموما؟ طيب بص، احنا اتكلمنا عن البنج الكلي قبل كده، بس حته البنج الكلي في الاسنان هي لحالات معينه بطريقه معينه. زي اولها لما قلنا مثلا الاطفال الصغيرين اللي مثلا عندهم اسنان مسوسه وهم مثلا من سن سنتين 3 سنين، ده استحاله هيقعد على الكرسي، استحاله ان هو هيساعدك ان انت إن يفتح بقه وياخد حقنه بنج. الموضوع مش متقبل بالنسبه له خالص، مش هيساعدك انك تشتغل، فده ساعتها بياخد بنج كلي. لو انت عندك الاطفال اللي عندهم اعاقه ذهنيه، او حتى لو حد كبير عنده اعاقه ذهنيه، ده ما عندوش فكره ان هو ياخد بنج ويصلح سنانه، او حتى ما عندوش مبدا انه يعني يشتكي من الاسنان، واتكلمت في الموضوع ده قبل كده، فده محتاج بنج كلي. عندك مثلا حد لو بيعمل خلع جراحي مثلا ضرس عقل مدفون، في بعض الحالات النادره بيكون ضرس العقل مدفون تحت في الفك، فلو انت بتخلعه الفك هيتكسر، ده محتاج يخش بنج كلي، لان انت المفترض بتعمل تصليح للكسر ما بعد خلع ضرس العقل. هي الحاله كده، دي مثلا اكزامبل بديهولك. طبعا حالات الوجه والفكين كلها بلا استثناء بتحتاج بنج كلي. يعني ايه حالات او جراحات الوجه والفكين؟ دي حالات الحوادث بقى، كسر في الفك لا قدر الله، فيه اورام حصل، استئصال ورم، حد من حوادث الطريق حصل له حاجه في الفك، في المفاصل بتاعه الفك، الكلام ده، دي بتحتاج علاجات وبتحتاج بنج كلي طبعا. عمليات الترقيع العظم مثلا، لو انت عندك فيه كسر فعايز تاخد عظمه من الحوض ترقعها في الجزء اللي فوق، كل ده بيحتاج بنج كلي، انا معاك فيه. فهو ده علاج بدون الم، لان الحاله بتجبرك ان محتاج بنج كلي. ما عدا ذلك ما بيحتاجش بنج كلي. انا مش هدي بنج كلي للمريض عشان اعمل له حشوه، او اعمل له حشوه عصب، او اعمل له تنظيف جير. فانا حتى المرضى بيقولوا لي في العياده: يا دكتور انا عايز بنج كلي عشان ما احسش. الموضوع مش بالبساطه دي. يعني انت مش عشان خاطر ما تحسش فتعمل بنج كلي وتخش اوضه عمليات وتاخد جرعات معينه فيها ريسك. لا طبعا، احنا الاسنان شغلها بيكون ببنج موضعي، والبنج الموضعي مؤثر جدا وما فيش منه مشاكل، وبيخليك تعمل كل الشغل بكل سهوله ويسر على المريض. اللي هيتحمله الخمس او العشر ثواني بتوع شركه الحقن بس، مش اكتر. بس ده مش فرض، مش هدي بنج عشان اعمل حشو، فاهمني؟